بقالك قد ايه ما بتسمعش غير ان الدولار بيعلى؟ وبقالك قد ايه برضه ما قعدتش في قعده وانت مع صحابك او انت مع صحابك وكل او معظم الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ان كل حاجه غليت جدا وما بقتش اي حاجه زي زمان؟ ودي الحقيقه فعلا، اللي كان بجنيه بقى ب10، واللي بقى ب10 بقى ب50 وب100 كمان. وهديكم مثال بسيط جدا هيوضح لكم حاجات كتير قوي. عمرك قعدت في قعده فيها 5 أو 6 من صحابك ولقيت ان كل واحد فيهم ما بيقولش حاجه سلبيه؟ يعني هتلاقي واحد بيقول ان العربيات غليت جدا، التاني بيقول انا في حد كلمني، سواء بقى شركه عقارات، سواء حد بيبيع فيلا مفيش حاجه بقت باقل من 10 مليون وهكذا، واللي جنبه بيقعد يقول بص كل حاجه بقى سعرها عامل ازاي. معظم الكلام اللي انت بتسمعه في القعدات دي يبقى سلبي، لكن 99% اراهنك انك عمرك ما بتلاقي البني ادم اللي طالع في النص وبيقول بس انا ربنا كرمني جنب شغلي او في شغلي بحاجه زي كذا كذا كذا، اللي هي تكون حاجه ايجابيه. الكلام ده شبه ما بيحصلش، وعشان ما بيحصلش انت دايما بيكون في عقلك الباطن ان ده عمره ما هيحصل فعلا، لانك محاط على طول بناس التفكير كله بتاعها سلبي. وعادة اللي بيتكلم في الإيجابيات ما بتلاقيش إن الإيجابيات اللي بيقولها بتتلقى نفس الترحاب اللي هو بيقول بيه. فلما تيجي تقول السعر زاد بتلاقي كله بيوافقك. لما لو أنت جيت قلت إن الحمد لله أو إن الدنيا بقت أظرف بكتير لما اشتغلت في كذا، هتلاقي كله بيضحك عليك. طب القصة اللي أنا بقولها دي لازمتها إيه أصلا؟ القصة اللي أنا بقولها دي لازمتها إن ده مش هيغير من شوية أرقام أنا لازم أقولها لك دلوقتي ولازم تكون عارف إن مجال ال AI فريلانس ماركت هيكبر بنسبة 35% لغاية 2028. ومش انا اللي بقول الكلام ده، تقدر تخش على جوجل او تسال شات جي بي تي وتشوف وتقرا انت بنفسك. تاني حاجه ان مجال الفريلانسنج كبر ب 155% سنه عن سنه بالناس اللي بتستخدم الاي اي، فدي احصائيه رقم 2. احصائيه رقم 3 ان 49% من الناس اللي شغاله في الفريلانسنج وبيشتغلوا ببلاتفورمز الاي اي هم 49% من الناس اللي هي موجوده دلوقتي حالا وبيشتغلوا وورلد وايد في الفريلانسنج. الاحصائيه الرابعه ان معظم الناس اللي بتشتغل في الفريلانسنج بيعملوا من 50 ل $200 في الساعه الواحده لما يجوا يشتغلوا باي اي بلاتفورم، سواء بقى تشات جي بي تي، ميد جيرني، نوشن، جرامرلي، ايا كان ايه هو البلاتفورم ايه. احصائيه رقم 5 ان الناس اللي بتستخدم اي اي بلاتفورمز في الشغل بتاعها في الفريلانسنج الانكم بتاعهم او الفلوس اللي بتدخل لهم زايده بنسبه 40%، سواء بقى كونتنت رايتنج، جرافيك ديزايننج، اوتوميشن، فويس او فيديو اي اي. والاحصائيات زي دي كتير جدا جدا، ودي حاجه ما تخلكش تفتكر ولو ل1% ان الكلام ده مش صح او ان الكلام ده مش موجود، لان طول ما انت قاعد وسط الناس اللي ما بتتكلمش غير على الحاجات السلبيه عمرك ما هتعرف ايه هو اللي فعلا ايجابي. وهو ده هدف الكورس ده بالظبط. فالكلام اللي انا بقوله ده مش كلام عشان يحمسك او اي حاجه من الكلام ده نهائي، انا بقول لك وقائع حقيقيه بتحصل دلوقتي. الكورس اللي انت شايفه دلوقتي قدامك او الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، الكورس ده عباره عن اي اي جايد. انا حاولت بقدر الامكان بعد الكورس بتاع دروب شيبنج والنجاح الرهيب اللي الحمد لله عمله، وكميه الناس اللي الحمد لله ربنا كرمني وكرمهم ان هم يعملوا فلوس كويسه جدا زي ما انتم شايفين دلوقتي. الفتره اللي فاتت من اكتر الكومنتس اللي كانت بتجيلي هي ان احنا ما عندناش راس المال اللي نبدا بيه مشروع زي مشروع الدروب شيبنج. وقعدت الصراحه افكر ايه هي اكتر حاجه الناس بتدور عليها عشان تشتغل في مجال من غير راس مال نهائي. طبعا كلمه من غير راس مال دي صعبه قوي، لكن في حاجات قليله جدا تقدر انت تشتغلها من غير راس مال او بمبلغ محدود قوي لو انت متعلم حرفه معينه. طب ايه هي الحرفه المعينه دي اللي انا ممكن اعلمها لك في كورس زي الاي اي؟ فهي بدون مبالغه كل ما انت ممكن تتخيل من شغل في الفريلانسنج ان شاء الله هيبقى موجود في الكورس ده، لان انا بجمع لك اكبر اي اي بلاتفورمز وبشرحهم لك بالتفصيل. هتلاقي ان انا بشرح لك مثلا في فيديو عن بلاتفورم معين بشتريه قدامكم، بجرب قدامكم، بعلمه لكم ازاي يستغل وازاي تستخدمه فعلا عشان تبقى فريلانسر. وفي اخر كل فيديو سايب لك برزنتيشن انا شخصيا مسميها الكبسوله. الكبسوله دي هي عباره عن عصاره المعلومات اللي انت ممكن تستغلها من بلاتفورم زي ده. يعني بقول لك في كام واحد ممكن يكون بيشتغل في بلاتفورم زي ده، وعلى انهي مواقع، وممكن يكون بيعمل كام في الشهر، وازاي تقدر تبدا تستغل البلاتفورم ده، وازاي فعلا تبدا تشتغل عليه وتعمل منه فلوس. فحاليا الكورس ده فيه اكتر من 10 موديولز بيتكلموا عن كذا اي اي بلاتفورم. ولما يجي حد يخش الكورس مش معنى كده ان هو الكام بلاتفورم دول اللي هو شايفهم هيبقى كده خلص، بالعكس. زي ما انا قايل وزي ما انا بعمل ريفرشت كونتنت في الكورس بتاع الدروب شيبنج، انا
كمان هعمل ريفرش كونتنت للاي اي جايد او الكورس ده. يعني كل فتره هتلاقي فيه فيديو جديد نازل عن بلاتفورم جديد بنفس الطريقه، بعلمه لكم وبقول لكم ازاي احنا ممكن نعمل منه فلوس اونلاين. فالكورس ده من الاخر معمول للناس اللي هي عايزه تخش في مشروع او تعمل لنفسها حاجه باقل راس مال ممكن. ولما بتكلم على راس مال فهو ممكن يكون المونثلي بيمنت او الدفع الشهري بتاع البلاتفورم اللي هو بيستخدمه. يعني مثلا ميد جيرني ثمنه $11 في الشهر اللي هو 500 جنيه، اكنك مثلا بتأجر محل ب 500 جنيه في الشهر، بس بتعرض الخدمات بتاعتك باكتر من $200 في الخدمه الواحده. فانا متاكد وواثق ان مفيش كورس زي الكورس ده في الوطن العربي، وان شاء الله ان شاء الله يبقى اكتر كورس الناس تقدر فعلا منه تستغله وتستفيد بيه وتعمل منه فلوس اونلاين. وخليكم متاكدين من حاجه، ان لو انت في شغلك دلوقتي حالا مش عارف الاي اي ايه هي البلاتفورمز اللي موجوده وايه اللي بيحصل فيها وازاي ممكن تستغلها، فتاكد مليون في الميه ان هيجي حد في يوم من الايام فاهم الحاجات دي كويس قوي وممكن يبقى احسن كتير جدا، او بيعمل الحاجه اللي انت بتعملها في وقت اقل مليون مره. فسواء عايز تستغل اللي بيحصل دلوقتي حالا وتجدد من نفسك وتجدد من فكرك وتجدد من طريقه شغلك، او تفتح مجال لنفسك جديد جنب شغلك انك تشتغل فعلا اونلاين، فهي دي احسن طريقه واحسن مكان تبدا تعمل فيه كده. وما اعتقدش ان مفيش حد في الدنيا دلوقتي ما بيتكلمش عن الاي اي، فاعتقد ان هو ده وقته. فتاني ان شاء الله الكورس ده هيبقى مفيد جدا جدا بالنسبه لكم، وان شاء الله يبقى فتحه خير للبني ادم او البني ادمه اللي فعلا عايز يغير حاجه في حياته. السلام عليكم.